مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، من قلب مدينة مكناس نحييكم ونبعث لكم بخالص التحية من كورنيت أمام كورنيت، بالضبط من مديرية المركب الثقافي والإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا النشاط اللي كيقدمه السي حميد العسلاوي اللي هو رئيس الهيئة الوطنية لمغاربة العالم، هو نشاط يشجع الاستثمار في مدينة مكناس. نتمنى له كل التوفيق للسي حميد العسلاوي والهيئة الوطنية لمغاربة العالم بصفة خاصة، وللمملكة المغربية ومدينة مكناس بصفة عامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأحداث 24، معنا أحد المكناسيين الفاعلين الجمعويين والشعبة، ومهم قدمنا راسك أستاذ بعدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا تنشكر بأحداث الحمد لله الصحافة الوطنية ديالنا والمكناسية واللي هي وطنية غاوية. معكم موسى الشاب رئيس الجمعية الوطنية للشابين المخضرمين بالمغرب والكاتب العام للنقابة ديالها، وكذلك المنسق الإعلامي للهيئة الوطنية لمغاربة العالم. سي موسى، كنتبعوك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وكنشوفوك نشاط، وحبيت نسولك على واحد الشخصيه مكناسيه اللي صراحه انا اكن لها كل فائقه مشاعر الموده واحترام وتقدير، اللي هو السي حميد العسلاوي اللي هو رئيس ديال الهيئه الوطنيه لمغاربه العالم. انا كنشوف هذا النشاط ما شاء الله نشاط فيه بزاف، فيه فرص الاستثمار، فيه كيقدم مجموعه من المنتجات. كلمه في حق هذا الرجل الشهم. بالنسبة لسيدي حميد العسلاوي، يعني شنقول لك، ما عندي ما نقول فيه، لأن مهما قلنا فيه لم نوفيه حقه، لأنه بمثابة الرجل الوطني الغيور الذي يشتغل ليل نهار، يعني الحمد لله هم واحد وهو خدمة المصلحة العامة، وطني غيور بواحد الشكل. إذا بغينا نقولوا وطني صوفي، وطني يعني متميز، الحمد لله. ماشي هذا هو النشاط الأول، ولكن الأنشطة ديالو كلها كتكون ممتازة بزاف. علاش؟ على نيتكم ترزقون. السيد يعني يكد ليل نهار، وكما عهدناه لا يكن لا حقدا ولا حزن لأي واحد، وهذا هو الاصل اللي خص يكون في جميع المواطنين. اما سيدي حميد العسلاوي يعني ما نقدر نقول فيه شي حاجه، واخا اقول فيما قلت لم اوفيه حقه. علاش؟ لانه الحمد لله هذه ماشي مجامله، وانما حقيقه تقال قلب طيب. وزياده على هذا باننا كنعرفوه مرضي الوالدين، واللي مرضي الوالدين ما عمره ما غادي يخيب. صحيح. كنشكرك السي موسى، وتنزا كنعرفوك كذلك من الناس اللي كينشطوا في وسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا. نتمنى ما يكونش هذا اخر لقاء السي موسى ان شاء الله. مرحبا. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأحداث 24، حدث اليوم هو نشاط يتعلق بالأستاذ القدير الحاج سي حميد العسلاوي رئيس الهيئة الوطنية لمغاربة العالم. معنا أحد الوجوه البارزة في هذا النشاط. أستاذي عرفنا براسك وهضرنا على النشاط هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسناوي جواد، النائب الأول رئيس الهيئة الوطنية لمغاربة العالم. كما تشوفوا حنا تنعيشوا واحد الأجواء اللي هي استثنائية إلى صح التعبير، بحيث أن كاين المنتدى الخامس للسياحة والتجارة. هذا المنتدى اللي كيشرف عليه السيد عامل عملات مكناس شخصيا، واللي نظمته الهيئة الوطنية لمغاربة العالم ككل سنة، لأن تنعيش دابا حاليا تنعيش النسخة الخامسة لهذا المنتدى. ولله الحمد تنشوفوا واحد الحضور نوعي اللي راه تيتواجد داخل القاعة. تنشوفوا مسائل اللي هي ناس اللي حاضرين، من ضمنهم المواطنين ديالنا اللي في الخارج. تنشوفوا مختلف الشرائح نتاع المواطنين حاضرين، يعني كاين واحد النوع نتاع الاهتمام اللي وصل لحد ان حضور هيئات دبلوماسيه اللي هي تتمثل في السفراء والقناصله ديال بعض الدول الشقيقه والصديقه. يعني ولله الحمد حنا تنعيشوا هذه الاجواء هذه، يعني وتنتمنوا وتنضربوا موعد ان شاء الله للسنه المقبله، وتناخذوا عهد على نفسنا انها غدا تكون ان شاء الله كل نسخه كتكون افضل واحسن من النسخه السابقه. وان شاء الله
ما غيكون غير المسائل اللي كتصب في الصالح نتاع الوطن والمواطن، وحب الوطن يجمعنا. اللي استقصيت من المعلومات انه ازيد من 20 سفير او 30 سفير ياك استاذ. نعم. وهضرنا قلنا العدد بالضبط، وقلنا لماذا اختيار هذا اوت، بالخصوص انه دخول الجاليه المغربيه، وهذا شعاركم مرحبا بالجاليه المغربيه، وكذلك لتشجيع الاستثمار والمشاريع في مدينه مكناس خصوصا وفي المغرب بصفه عامه. اكيد حنا هذا النشاط هذا بالضبط راه ما تيقتصرش او غنختزلوه انه غادي يبقى في مدينه مكناس مثلا. راه الاصداء ديالو كتعم الوطن كامل، بحيث ان التواجد نتاع المواطنين ديالنا بالخارج راه تيتواجدوا من كل يعني هذه الدول اللي هي يعني اللي اوروبيه يعني واسيويه وكذا. يعني كاين بزاف نتاع الحضور ولله الحمد، من ناحيه السفراء او القناصله اللي راهما حاضرين، راه كاينين حاضرين، ما غنحدد لكش العدد يعني بالضبط، ولكن راه حاضرين القناصله والسفراء، وكاين عاوتاني اللي تيمثلوا الدول ديالهم، تتلقاه اما ملحق بالسفاره او ملحق بالقنصليه او شي حاجه من هذا القبيل، بمعنى ان راه كاين واحد الحضور اللي وازن من ناحيه يعني الدبلوماسيه. وحنا بدورنا حنا حتى حنا تنمثلوا الدبلوماسيه الموازيه. صحيح. اللي هي فعلا انا قلت بانها لصالح الوطن والمواطنين. كل توفيق وكنشكرك على هذا الوقت يا استاذ، حفظك الله. بالصورة نغطي لكم الحدث ليكتمل عندكم المشهد على واجهة أنوار ميديا.